كشف عز الدين النويري صاحب ذهبية ورقم قياسي عالمي في الألعاب البارالمبية لندن 2012 في رياضة رمي الجلة، وصاحب ذهبية الألعاب بالبارالمبية بريو دي جانيرو سنة 2016 أن رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة من قدم شكاية لرجال الأمن ضد الأبطال البارالمبيين المعتصمين أمام مقر وزارة الشباب والرياضة منذ 3 أشهر، ما أدى إلى توقيفهم أمس الثلاثاء من طرف رجال الأمن. وصرح النويري في حديث له مع اليوم 24 صباح اليوم الأربعاء بأن وزير الشباب والرياضة رفع شكاية ضدنا للأمن عن طريق محامي قال فيها بأننا نسمي أنفسنا بأبطال، واعتبر المتحدث ذاته أن هذه العبارة تعتبر إهانة لأبطال قدموا الشيء الكثير للرياضة المغربية. وقال النويري في المناسبة ذاتها: إذا كنا نسمي أنفسنا أبطالا ولا سنكذلك ما محل الرسالة التي بعث لنا الملك محمد السادس التي هنأنا فيها وشكرنا على المجهودات التي بذلناها من أجل رفع راية الوطن. وأضاف قائلا: إذا لم نكن بالفعل أبطالا نحن مستعد من اليوم بأن نوقف هذا الاعتصام ونرحل.